السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة حلويات وأطباق بسمة. اليوم راح نديرو موسكوتشو غير بزوج حبات بيض. نروحو نبداو الوصفة تاعنا. أول حاجة نحتاجو زوج حبات بيض، قرصة ملح، نحتاجو نصف كاس تاع سكر، ونصف كاس تاع زيت. نخلط المكونات مع بعض. اللي حبت تستخدم الباتر تستخدم الباتر، انا استخدمت اليد. ونصف كاس حليب بيكون دافي. ونحتاج كذلك الى مبشور الليمون باش ما يبقالناش في الكيكات تاعنا ريحة البيض. ونحتاج ملعقة صغيرة لافاني. نخلط المكونات مع بعض. ونبدا نضيف في الفرينة تاعي بعد ما نكون غربلتها تدريجيا. اللي حبت القوام تاع الكيك تاعها يجي ثقيل تكتر الفرينة، واللي ما حبت يجيها خفيف ما تديرش بزاف الفرينة، عينك ميزانك. هنا البنات قبل ما ندير الخليط تاعي في المول، نحكم المول تاعي نديرلو الفرينة، نديرلو شوية زيت، ندهنو بالزيت ونديرلو الفرينة هكا باش نضمن المسكوتشو تاعي ما يلصقليش في المول. هنا بعد ما طاب المسكوتشو تاعي درتو على درت الفور تاعي على 160 درجة، درتو الفوق والتحت. حكم لي واحد مدة طياب واحد ربع ساعة هكذاك. ودخلت الموس باش نشوف المسكوتشو اذا ناشف ولا لا. اذا خرج الموس تاعكم شامخ معناتها مازال يحتاج طياب. وهنايا في الاخير حكمت المسكوتشو تاعي، درت له سكر غلاس من الفوق، غبرته بسكر غلاس. هذا هو الشكل النهائي تاع المسكوتشو. ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتجربوه، وابوني في القناة وجام باش نزيد ندير لكم فيديوهات واحد اخرين. وشكرا، الى اللقاء.